اولا كده لو ما شفتش الفيديو اللي فات من حكايه المجنون سايتاما فروحوا شوفوا علشان تعرف بقيه الاحداث، ويلا بينا نكمل حكايتنا. وبعد ما غارو قابل التحدي وخرج من جحر الوحوش ومهمته الانتحاريه واضحه وهي انه لازم يرجع براس بطل، المشهد بينتقل بينا لشوارع مدينه اس، لكن دي ما كانتش المدينه اللي نعرفها. الفوضى اللي كانت مجرد شراره اتحولت لحريق ضخم. الخوف من جمعيه الوحوش ما كانش مجرد خوف، ده كسر حاجز الحضاره. بنشوف مجموعه مسميه نفسها حزب عبده الوحوش، وصلى على النبي كده يا صديقي، وبيكونوا ماشيين في الشوارع بلافتات ومكبرات صوت بيعلنوا ان البشريه انتهت وان المقاومه ملهاش اي معنى. الحل الوحيد للنجاه هو الاستسلام وتقديم القرابين للوحوش دي. الناس فقدت عقلها. في وسط المسير الغريب ده واحد من المواطنين العاديين ما قدرش يمسك نفسه وصرخ فيهم وقال لهم انه بيفضل الموت على انه ينضم للوحوش. في ثانيه واحده 2 من اعضاء الحزب جريوا وجابوه، وكانوا غالبا هيخلوه قربان للوحوش، لكن بيخبطوا في شخص كان ماشي في الاتجاه المعاكس. ايوه غارو بنفسه، غارو اللي كان ماشي في عالم لوحده بيبص لهم ببرود وبمجرد نقره من صوابعه بيطير 2 في الهواء، بيبص عليهم بقرف وبيقول انهم لو كانوا فاكرين ان الوحوش ممكن يتقبلوا قرابينهم يبقى هم ما يعرفوش اي حاجه عن طبيعه الوحوش الحقيقيه. غارو بيكمل طريقه وسط الفوضى. الشاشات في الشوارع بتعرض اخبار عاجله عن اعمال شغب وسرقه ونهب في كل مكان. الفوضى دي بدل ما تخوفهم يا صديقي كانت بتثبت وجهه نظرهم. البشر كائنات هشه، مجرد ما الخوف الحقيقي يلمسهم بيتحولوا لوحوش اسوأ من الوحوش نفسها. كان شايف ان طريقته انه يبقى الوحش المطلق بقى سهل وممهد، وهو ماشي بيشوف خناقه تانية قدام مطعم واحد سكران بيتحرش بالناس. غارو بيقرب منه وما بيضربوش، مجرد انه بيطلع سكينه وبيحطها قدام عينيه. الراجل السكران بيفوق في لحظه. غارو بيبتسم بسخريه. هو دون الخوف الحقيقي، هو ده اللي هو عاوزه. جسم غارو كان بيصرخ من الالم. المعارك اللي فاتت استهلكت كل طاقته، فبيدخل المطعم والمفارقه انه بيقرر ياكل وسط كل الدمار. بيطلب شريحه لحم سميكه جدا مع طبق رز زياده، وهات لي كل قائمه اللحوم اللي عندكم وكل انواع السلطات. الوتر بيبص له بصدمه، لكن غارو كان غاد وفي داهيه. بيبدا غارو في مهرجان اكل بيلتهم كل الاكل بطريقه وحشيه خلت الناس اللي في المطعم بتبص له برعب وذهول. لكن يا صديقي الطيور على اشكالها تقع. وفي نفس المطعم في زاويه ثانيه كان سايتاما بطلنا الاصلع كان خلص اكله وكان لسه شاري يا صديقي طبق كرنب طازه هياكله على العشاء هيولع الدنيا بقى، ده هيقضيها للصبح. بيحط ايده في جيبه عشان يطلع الفلوس، لكنه ما بيلاقيش اي حاجه. وسط العرق البارد والزحمه بدا يظهر على راسه مصيبه اكبر، ومصيبه اكبر وحش من مستوى تنين بيحاول يتصل بجينو، لكنه بيفتكر ان جينوس نفسه متفكك عند الدكتور. وفي وسط ازمه سايتاما المطعم بيعلن نداء لكل زبائننا الكرام، رغم اعمال الشغف الا اننا عيننا بطل. هنا سايتاما بينهار بيقول خلاص انا هتفشخ، ولو هرب هتبقى فضيحه بجلاجل. لكن قبل ما يستسلم لمصيره ويسرح بخياله بيسمع صوت بيناديه. ايوه فوبوكي. فوبوكي كانت بتدور عليه بعد ما سابها في الشقه، واضح انها لسه مصممه على تجنيده. بتبدا تتكلم معاه كأن مفيش حاجه بتحصل. بتقول له سمعت انك بتدور على صائد الابطال غارو، انا ممكن اساعدك. شبكتي قويه بس هياخد 70% من نقط المهمه. بتحاول تغريه وتقول له ان مهمه زي دي ممكن ترفعه في الرانك، وبدل ما هو 7 يبقى 5 في الرتبه بيس. سايتاما اللي كل تفكيره كان في ازاي يهرب من الاكل ما كانش سامعها. كل اللي عمله انه نادى على الويتر وطلب طبق بطاطس محمره زياده. فوبوكي افتكرت انه بيعزمها فشكرته. سايتاما ابتسم لها ابتسامه غامضه يا صديقي، وهي فسرت الابتسامه دي على انها موافقه على الشراكه. لكن فجاه بيصرخ واحد من العمال حرامي، في زبون هرب من غير ما يدفع الحساب. قلب سايتاما حرفيا وقع في رجليه. لكن الويتر كان بيشاور على زبون تاني. غارو كان خلص اكله الوحشي وقرر يهرب من غير ما يدفع. هنا سايتاما شاف طوق النجاه بيقوم بمنتهى الجديه والدراميه وبيشاور على غارو وهو بيجري وبيصرخ انا هجيبها لكم. وهو بيصرخ وبيجري وراه بيقول انا هجيبه لكم ما تخافوش. وهو بيجري بيستغل الفرصه ابن النصابه وهو بيقول للبنت ادفع حسابي وحساب البطاطس دي كمان، وبيختفي في لحظه. فوبوكي بتقف متجمده مكانها ماسكه صباع البطاطس في ايديها ومش فاهمه اي حاجه خالص. يلا طالما مش فاهمه يبقى مش فارق لها الفلوس. بره المطعم غارو كان بيجري وهو بيسب ويلعن. الجري خلى جروحه تفتح وتنزف تاني. كان بيفكر في كلام غيره عن انه يرجع براس بطل. غارو ما كانش مرتاح للشرط ده، هو عايز يبقى وحش بس مش بالضروره قاتل. مش عارف يعني ايه صراحه، الجمله غريبه بس قشطه يعني. وهو ماشي في الشوارع الخلفيه بيلمح مجموعه اطفال بيتنمروا على طفل ضعيف. الطفل ده ما كانش غريب عليه، ده كان تاريو الولد الصغير اللي قابله في الكوخ. غارو بيكح كحه واحده صوتها كان كفيل يخلي الاطفال المتنمرين يجروا زي الفيران. تاريو بيبص لغارو بيبص له عينيه مدمعه، بيقول له انه اسف لانه هرب وسابه لما الابطال هجموا عليه. الطفل كان مشوش بيسال غارو ازاي الابطال بيهاجموه، هو نفسه اللي انقذه وحماه اكتر من مره. قبل ما غارو بيرد بيسمع صوت جاي من وراه اوقف عندك يا اللي ما دفعتش الحساب. سايتاما
سايتاما بيوصل وهو بينهج، مش عارف ازاي ده واحد بيطلع القمر وبيرجع واللي الكاتب شايفه. غارو بيلف له، والاستفزاز وصل عنده لمرحله تانية خالص. بيساله انت بطل اسمك ايه؟ سايتاما بيرد باسمه بصوت واطي ومحدش سمعه. طاريو بيبص في الكتالوج بتاع الابطال، بيقول ده مش موجود في الكتالوج، اكيد بطل سي. الكلمه دي يا صديقي كانت القشه اللي قسمت ظهر البعير. غارو حس باهانه مطلقه، جمعيه الوحوش بتشكك في وحشيته، طفل صغير بيشفق عليه ودلوقتي بطل من الفئه سي من قاع الهرم جاي يطرده عشان فاتوره مطعم. غارو بيقرر في اللحظه دي بدون اي تردد هيثبت للعالم كله، هيثبت للكون انه وحش، والرأس اللي هيقدمها الاوروتشي هتكون رأس الاصلع ده. حالة قتل مرعبة بتخرج، الارض حواليه بتترعش، بيمشي ببطء ناحية سايتاما وبيحط ايده على كتفه عشان يبدأ الهجوم، ولكن بوم، قبل ما غارو يرمش سايتاما من غير حتى ما يبص وراه بيديله ضربة كاراتيه كانت كفيلة بإنهائه حرفيا. بيقع على الارض زي ورقة الشجر فاقدا للوعي. سايتاما بيبص عليه وبيقول له انا اسف بس انا كمان هربت من الحساب، فما ينفعش نقف جنب بعض، السلام عليكم. غارو بيفوق بعد ثواني مش فاكر في ايه القوه دي. طاريو واقف جنبه بيعيط ومش فاهم حاجه، لكن قبل ما غارو يقوم بيظهر من الضربه دي فين محدش كان عامل حسابهم الوحشين اللي كانوا بيراقبوه، الملك السفاح وملك الحشرات. بيبصوا على غارو اللي على الارض بقرف، بيقولوا انهم مش شامين منه اي هاله وحش. غارو ساعتها بيطلب من طاريو انه يهرب، بيقول له يهرب، لكن الولد اتجنب مكانه من الرعب، شايف قدامه وحوش بتبتسم بساديه. ما كانوش متوقعين ان غارو عنده نقطه ضعف بشريه زي طفل صغير. بيقرروا ان الاختبار فشل، بيقرروا انهم هيخلصوا على غارو وعلى الطفل اللي معاه. بنخش على غرفة واحد غريبة جدا، وحش من الوحوش، غرفته كلها عبارة عن عيون. بيخش عليه وحش كده شكله طائر غريب، ابو عين واحدة بيقول له انا ما بحبش ان يتم مقاطعتي، انت عايز ايه يالا؟ الطائر بيقول له انت ليه بعت الملك الممزق وملك الحشرات؟ لو كان الهدف المراقبة مش اكتر ما كنتش بعت 2 متوحشين زي دول، من اقل غلطة هيقرروا انهم يقتلوه. الوحش الغريب في غرفته الاغرب بيقول له ايه المشكلة يعني؟ مش ممكن ينسجموا مع بعض؟ الطائر بيقول له ما تستعبطش، هم اصلا عمرهم ما اتبعوا الاوامر، شكلهم اصلا اساسا ده منهم قتلوا جاره دلوقتي، وخصوصا الملك الممزق انه فريد من نوعه ويقتل من اجل المتعه، حتى الوحوش اللي زيه ما بيقربوش منه، فما بالك بانسان. الوحش هنا بقى بيقول له بالظبط هي دي غايتي، هخليهم يخشوا في القتال مع جاره، وده لسبب واحد بس، عشان يحفزوه ويساعدوه على النمو. الطائر بيقول له نمو؟ الوحش بيقول له ايوه نمو، الشخص ده متردد، الانسان ده خواف، لازم نقطع عقله وجسده ونكونهم من اول وجديد. وبعدها بيقول اتطلع قدما لرؤية كيف سيتغير بعد ان يختبر قوة الوحوش بنفسه. الطائر بيقول له غيره انت بتسعى لايه؟ انت ناوي تعمل ايه بغاره؟ بيقول له انت ليه بتسأل؟ الطائر بيقول له مفيش سبب يعني، عادي بسأل. بيقول له اسمع بس يا حبيبي، انت مفكر ان السيد اوروتشي جه منين؟ الطائر بيقول له معرفش، ولا ايش عرفني يعني، يمكن يكون كائن قديم ولا حاجه. وهنا كانت الصدمه. تخيل يا صديقي ان الوحش الاقوى ومنظم هذه المنشاه كان بشري. ايوه السيد اوروتشي كان بشريا مثل غاره، ده حرفيا بيصعق الطائر. وبعد عدة إخفاقات وتضحيات أصبح الآن الكائن الحي الأقوى، وهو فعلا يستحق اسم ملك الوحوش عن جدارة. وبيضرب كمان قنبلة، وهنا بيقول له أنا اللي صنعت السيد اوروتشي. الطائر هنا بيصدم اكتر، بيقول له انت اللي عملته؟ وده بيطنش سؤاله وبيقول له لو غارو اتدرب كويس ممكن يبقى نسخة تانية من السيد اوروتشي، بل ممكن حتى يبقى اقوى من السيد اوروتشي. واللي خلاني بعت ملك الحشرات عشان لو الملك الممزق السفاح لو بالغ مع جاره ملك الحشرات يمنعه، بس لو مات خلاص بقى هنشوف بقى النتيجة دلوقتي. بنشوف واحد بيراقب المكان وبيقول شكلهم جوه في غرفة المراقبة، انا عمال بدور في كل مكان ومفيش اي حاجة، وفي اشخاص مجهولين انتقلوا لهنا، وكمان عمالين ينقلوا حاجات كبيرة ومصاحف غريبة للمكان ده، غير بقى الصناديق المليئة بالمواد القذرة. وكل المعلومات اللي انا جمعتها بتتطابق مع شكوكي بدون اي شك. حان وقت الدخول. نرجع بقى لجارو والوحشين اللي بيقولوا له لقد امرنا غيره بمراقبة تصرفاتك يا جارو لتحديد ما اذا كنت جديرا حقا بالانضمام لصفوفنا. جارو بيبص على ايديه وبيشوف جسمه وبيشوف نفسه هيستحمل ولا لا، وبيفك الضمادات. يا صائد الابطال، هو انت عبيط؟ انت انسان يا حبيبي، يعني عايز تبقى وحش؟ انت عارف انت ايه؟ انت ولا انت وحش ولا انت انسان، انت نكرة، انت ولا شيء يا حبيبي. جارو بيقول له انت عبيط؟ انت عبيط يا حبيبي، ده انا وحش اكتر منك ومن اللي جنبك. هنا السفاح بيقول له طب اقتل الواد اللي جنبك،
اقتل الواد اللي جنبك عشان اصدقك، ولا يا جارو لسه متمسك بانسانياتك؟ الواد حرفيا بيترعب. جارو بيعمل نفسه عبيط وبيقول له يعني ايه واللي هستفاده يعني، انا وحش بس عندي عقل. فالوحش التاني هو اللي بيرد وبيقول له الوحش هو كائن منفصل عن عالم البشر. جارو احنا شفناك وانت بتساعد الواد وده مش مقبول، لازم تقتله عشان تنضم لينا، ولازم تشتغل بكل ما عندك بكل وحشية، بل تتفوق في وحشيتك على وحشيتك عشان تكسب ثقتنا. بس يا جارو هي دي حقيقتك، انت لحد دلوقتي ما تخلتش عن كونك بشري. والسفاح بيمسك سيفه وبيقول له مش عايزين اي شخص ملتزم معانا. جارو لازم تبقى مغبول، لازم تبقى مجنون، لازم تتخلى عن كل صفاتك البشرية. جارو عليك ان تصبح شيطانا، ولتحقيق ذلك عليك ان تقتل كل شيء واي شيء، طفل، رضيع، مرأة، رجل، ايا يكن. ومن شويه يا حسالة انت خسرت قدام بطل من المستوى المتوسط. طبعا يا صديقي هم مش عارفين مين سايتاما. جارو حرفيا هينفجر من الغضب، بيبص للطفل وبيقول له روح، مش قلت لك روح يلا، طيران على البيت. اللي بيقول له رجلي بترعش مش قادر اتحرك. جارو ساعتها بيتعصب عليه بيقول له يا حمار مفيش حد هيساعدك، يلا اجري، لازم تحمي نفسك بنفسك. في لحظات زي دي حلك الوحيد انك تبقى اقوى 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 ولا اي حاجه تانية. الولد فعلا بيفتكر كلماته. جارو بيقول له اقف يلا، وساعتها الملك السفاح مفيش وقت عنده، بيهجم عليه، بيهجم على الطفل. لكن جارو موجود يابا بحركه خطيره، بيحرك ايديك كالماء كالنصل، وهو بيمسك دراع الوحش اللي بيكون خلاص سيفه كان على وشك انه يخرم عين الطفل، ولكن غارو بيثبته وبيرفعه في الهواء، بيرفعه الهواء وبيديله ضربه اسطوريه يا جماعه، بيطيره في الهواء. جارو بيقول له امشي يالا، الطفل بينطلق، ولكن السفاح حطه في دماغه، فات الاوان، هقتله يعني هقتلك. وخلاص يا جارو انت ما عدتش في اختبار، انت عدونا، انت الانسان جارو او النكره بما انك مش عايز تبقى انسان. تاني بيقول له بتدعي انك صائد الابطال يا من لم تقتل شخصا واحدا، انت حر يا انت نكره. جارو بيقول لهم بلا كلام بلا بتنجان، تعالوا لي. هو بياخد وضعيه قتاليه عشان ينطلقوا عليه بكل قوه. نروح بقى للشخص اللي كان بيراقب المكان، اللي بيكون ماشي في المكان وبيحاول يستكشفهم. بيقول اعداء اللدودين اخيرا قربت منكم، أسوأ منظمة في التاريخ، المنظمة اللي بتسعى لتدمير البشرية، وهم اللي بيحركوا كمان الخيوط ورا جمعية الوحوش. بيروح لمكانه وبيقول له انكشف أمركم، ولكن الراجل ولا بيعبره، فبيطلع سلاحه وبيقول له انت عبيط، أنا بطل الرجل الزومبي، ممكن التجربة رقم 66 تفكرك في حاجة. ساعتها الغوريلا بينصدم، اللي شغال. فالغوريلا بتقول له ايوه انت البطل اللي جيت تدمير بيت الطيور مش كده؟ معلش بقى كل حاجه اتدمرت. وطلع البطل الزومبي بيتخسي حرفيا، بيكون مصدوم يا صديقي.